لقد انتقلت هذه المرأة الجميلة للتو إلى هذا الحي الهادئ، وعلى الفور تقريبا جذبت انتباه هذا الشاب الذي لا يستطيع أن يرفع عينيه عنها. ولكن سرعان ما تبدأ مشاعره في النمو، تظهر حقيقة حياتها، فتصدم كل من حولهما وتحول إعجابهم الأولي إلى حب. ولكن بينما يدفعها الجميع بعيدا، يفعل هو العكس، لأنه بغض النظر عما يقوله الناس فإنه يرفض أن يتخلى عنها، وهو متمسك بالأمل في أن يأتي يوم ما بطريقة ما قد يعني لها شيئا ما وتكون له فرصة في حياتها. يبدأ الفيلم في مدينة حيث نرى رجلا يدعى تانتان يصادف صديقه القديم جوني في إحدى الحدائق. في اللحظة التي تلتقي فيها أعينهما تتدفق موجة من الذكريات تتدافع إلى الوراء، حيث تعود القصة في النهاية إلى الوقت الذي التقيا فيه لأول مرة. حدث ذلك قبل عدة سنوات في بلدة صغيرة في ليلة ماطرة، عندما كان تانتان عائدا من المدرسة إلى المنزل مبللا تماما، وفي الوقت نفسه يصطدم بفتاة مبللة بالمطر أيضا. تلك الفتاة هي جوني، وهي مستأجرة جديدة في مجمعهم المستأجر. ومع ذلك قبل أن يتمكن من بدء محادثات صغيرة تسرع إلى الداخل بسرعة، ولكن في عجلتها تترك شيئا ما وراءها ويذهب تانتان غريزيا خلفها. وبحلول الوقت الذي يسلمها لها ويساعدها حتى في فتح البوابة الخشبية لمنزلها، تتمتم جوني ببساطة بالشكر قبل أن تدخل. وبهذه البساطة تبدأ علاقة صغيرة تتشكل بينهما. اليوم التالي، وبينما تخرج جوني من منزلها، نرى مجموعة من نساء الحي يثرثرن عنها وينعتنها بأوصاف لا تنتمي إلى مجتمعهن. في الوقت نفسه تقريبا رأى تانتان الذي كان عائدا من المدرسة جوني واقفة في الخارج، فحاول أن يبتسم، لكن اللحظة تنقطع عندما يظهر رجل ويدخل معها إلى المنزل. يبدأ تانتان على الفور في التساؤل عما يحدث، وبسبب فضوله يقرر التسلل بهدوء نحو نافذة جوني ويسترق النظر إلى الداخل. كما فعل، وجد أن جوني متورط بوضوح في هذا النوع من العمل الذي كان يتهامس به الحي، بينما يراها تانتان تقضي وقتا خاصا مع الرجل. في اليوم التالي، وبينما كان تانتان عائدا من المدرسة، وجد النساء يثرثرن مرة أخرى عندما رأينا أن جوني قد أوصله رجل آخر، بل إن حديثهن يزداد ضجيجا ويزداد انتقادا. لكن هذه المرة قرر تانتان أن يتدخل، وعلى الرغم من خيبة أمله في الموقف إلا أنه يطلب من النساء التوقف عن التحدث عنها بالسوء. ومع ذلك سرعان ما يصرفونه ويخبرونه أنه أصغر من أن يفهم. في تلك الليلة، بعد لعب كرة السلة مع أصدقائه، وبينما كان تانتان يسير إلى منزله، لاحظ دراجة نارية أخرى متوقفة خارج منزل جوني. هذه المرة مرة أخرى تغلب فضوله على فضوله والتفت لينظر داخل المنزل. ومرة أخرى تتأكد مخاوفه عندما يرى موقفا مشابها يتكشف عندما يرى جوني مع رجل آخر. يقف هناك لفترة من الوقت وبالكاد يتمكن من الاختباء بينما يغادر، ثم يستجمع شجاعته ويقرر الصعود إلى باب جوني، لكنه يتردد لبعض الوقت قبل أن يطرق الباب أخيرا. على الفور تفتح جوني الباب، تسحبه إلى الداخل وتمنحه وقتا خاصا واسعا. ولكن بعد لحظات نرى أن ذلك ليس سوى خياله، حيث يفتح جوني الباب في النهاية وينظر إليه بارتباك، ثم تسأل عن سبب وجوده هناك. عندما يعجز تانتان عن الإجابة، تمنحه جوني ببساطة ابتسامة معرفة وتخبره بلطف أن يذهب إلى المنزل قبل أن تراه. بحلول صباح اليوم التالي، نرى تانتان يحاول إيجاد طريقة للتقرب من جوني، حيث يقرر أن يحضر لها بعض الطعام على أمل قضاء بعض الوقت معها. ولكن بينما تذهب جوني للاحتفاظ بالطعام في المطبخ، ترى جوني إحدى فتيات المدرسة الجميلات التي تدعى هيلين وهي تمشي بجوارها، وعلى الفور يتحول انتباه جوني إليها. ولكن بينما تتبعها عيناه، تلاحظ جوني ذلك فتخبره مازحة أنهما سيشكلان ثنائيا جيدا، قبل أن تذكر له عرضا أنها ستعلمه يوما ما عن الحب. في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، بينما كان تانتان يتسكع في كشك للطعام مع صديقه المقرب تسيو، تمر هيلين فجأة يراها على الفور. يخبر تانتان صديقه أنه معجب بها. لم يكن يعلم أن تيسيو على دراية بهيلين بالفعل، لذا قرر مساعدة تانتان في التقرب منها بل واصطحابها في بعض الأحيان. لذلك يتدخل تاتيو سريعا بخطة، حيث يقترب من هيلين ويخبرها أن تانتان يريد أن يأخذها للخارج. ولدهشة تانتان وافقت على الفور تقريبا، حتى أنها ذكرت أنه لن يكون معها أحد في المنزل في تلك الليلة. هذه التفصيلة الوحيدة تجعل تانتان متحمسا ومتوترا للغاية في نفس الوقت. ولكن قبل الموعد يذهب تانتان إلى جوني للحصول على النصيحة على أمل أن ترشده في أول تجربة رومانسية حقيقية له. وهذا ما فعلته بالضبط، حيث أعطته بهدوء نصائح بسيطة وعملية في نفس الوقت حول ارتداء الملابس الأنيقة والبقاء، وفي النهاية أخذ بنصيحتها وأعد نفسه بعناية وهو يذهب إلى منزل هيلين حاملا الزهور في يده. ولكن بمجرد وصوله يشعر بشيء ما غريب، حيث يجد أن هناك سيارة متوقفة في الخارج وتتحرك بشكل غريب، فيقترب منها ليجد أن داخل السيارة تسيو وهيلين يتشاركان وقتا حميميا. في تلك اللحظة تتحطم حماسة تانتين وتتحول إلى حسرة، وفي الليلة التالية يواجه تانتين تسيو وهو ينفس عن أحباطه أخيرا.
لكن تسيو يتجاهل الأمر ببساطة لأنه يدعي أن هيلين هي من قامت بالخطوة. ثم تأخذ الأمور منحى أكثر قبحا عندما تظهر جوني ويبدأ تسيو فجأة في إلقاء اللوم على تانتان ويبدأ في السخرية من قربه من شخص مثلها. وذلك عندما تدخلت جوني أخيرا وأخبرته أن هيلين أخبرتها ذات مرة عن تيسيو وأنه صغير جدا في الأسفل وأنه لا يستطيع أن يبدو أن كلماتها قد أصابت الهدف بينما كانت تبتعد مع تانتان. في اليوم التالي يلتقي تانتان بجوني مرة أخرى ويطلب منها الخروج معه، ولدهشته وافقته بل واقترحت عليه أن يزور حديقة المدينة. وبينما يسيران معا تذكر جوني عرضا أنها تخطط للانتقال إلى اليابان قريبا. وعلى الرغم من أن طنطان يستمع إليها إلا أنه في أعماقه بدأ يشعر بشيء ثقيل وهو ينظر إليها ويتخيل حياة الحرية مثل طائر يحلق في أي مكان بلا حدود، بينما يرى نفسه شابا غير واثق من حياته وليس شجاعا بما يكفي لمطاردة شيء بعيد جدا. في تلك الليلة يجلس تانتان بمفرده في الخارج ويعزف على جيتاره في الوقت الذي نرى فيه جوني تنهي جلستها مع رجل آخر وترافقه إلى الخارج. وبمجرد انتهائها تذهب لمقابلته وتخبره بلطف أنه شخص جيد وأنه شخص ستكون أي فتاة محظوظة بالحصول عليه. لكن تانتان يهز رأسه وهو يخبرها أنه لا يمكن لأحد أن يحبه حقا. يعترف بأن الشخص الذي يهتم لأمره لم يبادله مشاعره في البداية. يفترض جوني في البداية أنه يتحدث عن هيلين، لكن تانتان يوضح أنه شخص آخر، شخص يعتقد أنه بعيد المنال تماما. وهذا ما يجعل جوني يتوقف للحظة ثم يبتسم بهدوء قبل أن يخبره أن الشعور ربما لا يكون من جانب واحد في النهاية، وأنهما ربما يعيشان ببساطة في عالمين مختلفين. ومن الطريقة التي تقول بها ذلك يتضح أنها تعرف بالفعل من الذي يتحدث عنه بالضبط. في صباح اليوم التالي نرى تانتان في الخارج متظاهرا بأنه يصلح سلسلة دراجته، لكن تركيزه ليس على الدراجة حقا حيث يستمر في مراقبة منزل جوني منتظرا بوضوح خروجها. وسرعان ما تلاحظ والدته ذلك وهي تمشي إليه وبدلا من توبيخه تذكره بهدوء أن يعرف حدوده قبل أن تشرح له أن الناس يمكن أن يأتوا من عوالم مختلفة مع اختلاف حياتهم وصراعاتهم، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك سببا للنظر إلى أي شخص باستخفاف. ومع ذلك تأخذ الأمور منحى آخر في نفس الليلة عندما تقتحم والدة تيسيو منزل جوني بغضب شديد حيث تبدأ في اتهام جوني بالتأثير على ابنها وتدعي أنها مسؤولة حتى عن إصابته بالعدوى. على الرغم من كل الكلمات القاسية قررت جوني أن تظل هادئة وهي تحاول كبح جماح مشاعرها. في النهاية تخبر المرأة أن ابنها لم يكن عميلها أبدا قبل أن تخبرها أنها إذا أرادت الحقيقة فعليها أن تسأل. في تلك اللحظة تصادف وجود هيلين بالقرب من المكان، وبمجرد أن تسمع ذلك تهرب بسرعة بينما تهرب والدة تيسيو خلفها. في وقت لاحق من تلك الليلة نرى جوني تحزم أمتعتها بهدوء، وبينما يراها تانتان يسألها عن سبب مغادرتها يؤدي هذا في النهاية إلى محادثة صادقة بينهما. وعندما تسألها جوني عما إذا كانت قد فكرت يوما ما في الهروب من الحياة التي كانت تعيشها تتوقف جوني قبل أن تعترف بأن هذه الحياة لم تكن أبدا هي الحياة التي أرادتها. ثم أخبرته أنها ببساطة كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها البقاء على قيد الحياة لأنها كانت بحاجة إلى المال ومكان للإقامة. كان حلمها هو أن تمتلك مكانا خاصا بها حقا حيث لا تحتاج إلى الاعتماد على أحد. عند سماع هذا الكلام يشعر تانتان بحزن عميق وهو يعترف بأنه غير مستعد حتى أنه وعدها بأنه سيحميها ويقف إلى جانبها. لكن جوني لم تستطع إلا أن تبتسم له لأنها تعلم أن الأمور ليست بهذه البساطة. لقد اتخذت قرارها بالفعل، وهذه المرة تريد بداية جديدة. ومع ذلك قبل أن يغادر تانتان تقرر جوني أن تعلمه شيئا أخيرا عن الرومانسية حيث تشغل مشغل كاسيت قديم وتجذبه. يصبح الجو هادئا وعاطفيا حيث يضيع كلاهما في اللحظة، وسرعان ما أصبح في أحضان بعضهما البعض بينما كان جوني يفتحل تانتان عالما جديدا تماما كهدية فراق. ولكن في فجر اليوم التالي يستيقظ تانتان ليجد أن جوني قد اختف. يبدأ الذعر على الفور حيث يخرج مسرعا ويذهب مباشرة إلى محطة الحافلات للبحث عنه. وعندما كان على وشك أن يفقد الأمل في رؤيتها مرة أخرى يلمحها أخيرا، وبينما لا يزال يحاول التقاط أنفاسه يخبرها تانتان أنه لا يريد أن يودعها ويصر على الذهاب معها بغض النظر عن وجهتها. لكن جوني لم يستطع أن يقول له سوى أنهما مثل العصفور والسمكة القادرين على رعاية بعضهما البعض، لكنهما غير قادرين على العيش. أن أمامه مستقبلا مشرقا لا ينبغي التضحية به، فهي تريده أن يركز أكثر على تعليمه وبناء حياة جيدة وأن يجد السعادة في طريقه. وبذلك تصعد جوني إلى الحافلة ولا يسعى تانتان إلا أن يقف هناك ويراقبها. ثم ننتقل إلى الحاضر حيث نرى أن سنوات قد مرت منذ آخر مرة رأى فيها تانتان وجوني بعضهما البعض. هذه المرة يبدو كل شيء مختلف، بينما تخبره جوني أن منزل أحلامها في مانيلا قد اكتمل أخيرا وأنها تدير الآن مشروعا صغيرا يتيح لها أن تعيش حياة أفضل بكثير. أصبحت تعابير وجهها أكثر إشراقا، كما لو أن كل آلام ماضيها قد تلاشت، وهي الآن تتحدث بثقة وشعور بالسلام. بينما كان يتحدثان دخلت امرأة فجأة إلى المكان وعندها عرها تنتان على أنها زوجته. تستجيب جوني على الفور بابتسامة دافئة، وبعد تبادل قصير للآراء تقرر جوني أن الوقت قد حان. ولكن لمجرد أن بدأت في الابتعاد ناداها تانتان إليها للمرة الأخيرة وجذبها إلى عناق أخير.
لقد كانت مليئة بالمشاعر التي لا يستطيع أي منهما التعبير عنها بشكل كامل، وفي لحظة فهم كلاهما أن هذا هو الوداع الحقيقي. يرن هاتفها، يخفت صوتها على الفور وهي تجيب، حيث نسمع على الطرف الآخر صوت طفلها الذي أطلقت عليه اسم تنتان. ومع انتهاء الفيلم تتركنا هذه المعلومة في نهاية الفيلم نتساءل عما إذا كانت الطفلة هي ابنة تانتان أم أن جوني أطلقت عليها هذا الاسم تخليدا لذكرى صديقتها الوحيدة الحقيقية. وهذه هي قصة الفيلم المهرة. إذا استمتعتم بهذا الملخص لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، اشترك في القناة وأرسل لنا تعليقا تخبرنا فيه عن رأيك في الفيلم. حتى المرة القادمة ابق آمنا.